خليني اقولك ان الوزن الزياده والهدوم المركونه وبطن الولاده والاسترتش ماركس كل واحده ولدت بتعاني منها، وكلنا بنحبط. بس صدقيني ادي نفسك وقت عشان تقدري تتخلصي من الحاجات دي والاحباط يقل، وحاولي ما تسمعيش للناس كتير. كملي معايا الفيديو ده عشان اقولك انا عملت ايه عشان اتخلص من المشاكل دي او على الاقل جزئيا منها. هاي بنات، انا ساره مامي جديده لبنوتين، وفي الفيديو ده هقولك ايه الحاجات اللي ساعدتني ان انا انقص وزن كتير من غير ما اعمل دايت فعلي. دلوقتي عندنا دايما بعد الولاده بيكون عاده في مشكلتين كبار بيواجهونا. اول حاجه يا اما انا وزني عموما كان بقى كبير، بقيت زياده في عموما في الوزن، او بقى عندي بطن الولاده او ترهل في البطن اللي هي بنسميها دايستيزيس ريكتاي. دلوقتي في الفيديو ده انا هحكي لك اكتر عن مشكله الوزن الزياده بصفه عامه، مش في البطن بس، وخلي الموضوع بتاع بطن الولاده ده مستقل لوحده فيديو، لان هو موضوع تاني او ليه تمارين معينه وحاجات لوحدها، فخليه لوحده في فيديو تاني. دلوقتي خليني اقولك ان كل ما نبتدي بدري كل ما يكون اسهل واسرع ان احنا نوصل للنتيجه. ليه؟ لان وقت الحمل المفروض لو احنا وزننا في النورمال، ما مش في اوبيزيتي او تخن ولا ان احنا في نحافه، في العادي المفروض بيبقى الزياده في الوزن من 12 ل 16 كيلو. عشان كده اصلا دكتور النساء المفروض بيوزننا كل جلسه. طيب ال 12 وال 16 كيلو دول عادة بعد الولادة بينقصوا لوحدهم. ازاي؟ هقولك معايا الموضوع ده. اول حاجة ان هم متقسمين ما بين المشيمة، ما بين وزن البيبي، ما بين المية اللي بتتخزن طول وقت الحمل، لان طول وقت الحمل بيحصل حاجة اسمها سولت اند ووتر ريتنشن، جسمك بيخزن مية وملح كتير، وده برضو بيروح بعد الحمل. وكمان الرحم نفسه بيكون متمدد جدا وبيفضل ياخد وقت طويل ان هو يرجع لحجمه، فبالتالي ال 12 او 16 كيلو دول لو دول بس اللي زدتيهم بيكون اسهل بكتير ان هم ترجعيهم. وعايزه اقولك انه اول 40 يوم دول بلاش ابدا ان انت تبتدي فيهم اي دايت او اي رياضه او اي حاجه، لا انت ارتاحي بس، لانه اصلا زي ما قلت لك في حاجات لوحدها بتروح، وكمان الرحم اصلا بيرجع لحجمه الطبيعي. فلو انت بترضعي بالذات طبيعي بيرجع في اول 6 اسابيع، لو انت بترضعي صناعي بيرجع في اول 10 اسابيع من الولاده. فبالتالي انت لوحدك مع حوالي اول 40 يوم بتقلي كتير وبتحسي بفرق كبير. خلصناهم دلوقتي، هنبتدي بقى المرحله اللي بعديها. ما تستعجليش، اصبري على نفسك، بس المهم ان الفتره الاولانيه دي ما نفتريش في الاكل، يعني ناكل باعتدال، مش هنفتري، وهي لوحدها هتقل وزن كتير من الوزن لو احنا زيادتنا زياده في النورمال. لو انا حد ساب وزنه شويه في الحمل وزدت اكتر من الزياده الطبيعيه، معلش ما تقلقيش، نفس الخطوات هنعملها هي بس ممكن تاخد وقت اطول شويه. طيب دلوقتي عدى اول 40 يوم والرحم رجع لحجمه والميه نزلت والمشيمه والكلام ده كله، وعايزين بقى نعمل دايت. معلش استني كمان 3 شهور، خلي البيبي يتم 3 شهور، وبعد كده ابدأي بقى الخطوات دي، ويلا ورقه وقلم واكتبي معايا الكل. طيب اول حاجه بقى احنا عايزين نحدد الهدف، عايزين نوصل لانهي كيلو جرامات دلوقتي. هل انا عايزه اوصل للوزن ما قبل الولاده، ولا انا عايزه اشوف الوزن الايديال بالنسبه لطولي اللي هو معدل كتله الجسم او البي ام اي، وده ليه طريقه حساب كده ممكن اقولها في فيديو لوحده. اول نعمل كده ان احنا نوزن وزننا الحالي، وهنعرف الوزن اللي احنا عايزين نوصل له، وهنحسب كده قدامنا كام كيلو ان احنا عايزين نخسه. دي الحاجة بقى الأهم منها، لو حضرتك بقى بترضعي طبيعي فمهم جدا 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 ان احنا البيبي ده ناخده نوزنه ونطمن ان هو يا اما في النورمال رينج بتاعه، يا اما احسن كمان يكون في الهاي نورمال، عشان وقت ما احنا بنعمل الدايت ده لا قدر الله ممكن يتاثر شويه اللبن، فما نلاقيش البيبي بيخس معانا ونوقف الدايت، وساعتها نحبط وممكن نوقف خالص ونفشل في الموضوع ده. فمهم قوي ان احنا نتاكد انه البيبي في النورمال بتاعه. رقم 2 بقى مهم ان احنا ناخد بالنا منها، ان احنا مش نخس وبعد كده ندوخ ونعي ونتعب. فبليز اهتمي ان انت تعملي صورة دم كاملة، اتاكدي انه الحديد في جسمك كويس، بالذات بعد الولادة بقى والنزيف والهيصة دي كلها واحنا كبرنا دماغنا. لا مش هينفع نعمل دايت على كده، احنا هنطمن انه مفيش انيميا، وهنطمن ان احنا بحالة كويسة عشان نبدأ حاجة زي كده. تالت حاجة بقى، معلش نكدي على نفسك، لو في مقدرتك ان انت تشتري ميزان هاتيه، ونكدي على نفسك يعني يوم او يوم لا ان انت توزني نفسك، عشان كل ما تعملي كده هتوقفي شويه لو اكل ملوش لازمه ناكله، او لو حاجه ما مش لازم نعملها او نعملها بدهون اقل هنعمل كده. رابع حاجه بقى، واللي يعرفني هو شايفني ان انا بمشي بالازازه دي في كل حته تقريبا، انا ما بروحش حته غير ما معايا ازازه الميه. حضرتك مش هتخسي ابدا ما لم بتكوني بتشربي كميات مهوله من الميه، وميه مش شاي ومش نسكافيه مش قهوه مش بيبسي، هي ميه زي ما هي كده. ف
انا بشرب حوالي في اليوم من 4 ل 6 لتر، ده مش مبالغه، يعني لازم تشربي كميات رهيبه من الميه. خلينا بشكل عملي اقول لك ازاي. اشربي اذا كوبايتين ميه على الصبح كده اول ما تصحي. اديتي تعصري عليها ليمونه، اعملي كده هيتقلل وزن البطن شويه. بلاش مع ليمونه، قادره تحطي معلقه خل تفاح كبيره عليها، اعملي كده بس مش اكتر من، يعني ما تحطيش اكتر من نص ليمونه ولا اكتر من معلقه خل تفاح. ده اول ما تصحي من النوم. قبل كل، يعني قبل ما ترضعي كل مره هتاخدي كوبايه ميه، وبعد الرضاعه هتاخدي كوبايه ميه، وقبل برضو الاكلات بتاعتك هتاخدي كوبايه ميه عشان ده هيحسسك بالشبع شويه. ممكن نبسطها برضو، حوالي مثلا كوبايه كل ساعه. لازم الميه، مش هتخسي غير بالميه، ودي اسهل طريقه. وصدقيني انت في الاول هتلاقي صعوبه شويه، بعد كده جسمك هيتعود اصلا ان هو محتاج ميه كتير قوي بعد اول اسبوع، وبعد كده هتلاقيكي انت لوحدك بتعطشي، وانت لوحدك مش قادره تمشي من غير الازازه معاكي. خامس حاجه عملتها وفادتني ان انا مش باكل ابدا اي حاجه بعد الساعه 8. اي اكل هتاكليه، وبالذات لو نشويات او كربوهيدرات، بعد الساعه 8 او متاخر، مش بال 8 بدقيقه يعني، اقصد بالليل، هو عاده هيتخزن وهيتحول لدهون ومش هيتحرق. فبالليل بليز نوقف اكل قبل النوم بحوالي ساعتين. سادس حاجة بقى برضو هي ليها علاقة بالنقطة اللي قبليها عملتها، هي اني بعمل حاجة اسمها intermittent fasting او الصيام المتقطع. بمعنى ان انا مش طول ما انا صاحية باكل، لا انا بختار 8 ل 10 ساعات باكل فيها، والباقي اليوم بكون ما بين نوم بقى، ما بين ان انا صايمة. فمثلا لو انا بدأت الاكل مثلا اصحيت 8، فانا هبدأ اكل الساعة 10، فهوقف اكل نفس اليوم الساعة 8 بالليل. بمعنى حوالي 10 ساعات بس باكل فيها، والباقي انا بصوم. فده برضو بيسرع قوي ان انا احرق الدهون دي، او مكون، يعني اقلل السعرات واحرق الدهون بسرعه. خليني اقولك ان في مثل امريكي بيقول انه it's not about what you eat but when you eat. يعني مش الضروري ايه اللي بتاكليه قد ما الضروري بتاكليه امتى. خليني اقولك بقى ان رقم 7، انا فعلا مش بحرم نفسي من حاجه، باكل كل حاجه، بس بقسمهم على وجبات. يعني ما ينفعش ان انا طول النهار رايحه جايه بعدي على المطبخ بقى اخد حاجه من الثلاجه، اعدي الاقي بنتي مثلا معاها بسكوت اكلها منها وهكذا، ولو ان ده بيحصل احيانا، بس يعني المفروض ما يبقاش كتير يعني. فخلينا نقسم وجباتنا. وجباتنا يعني الميلز بتاعتنا على 5 ميلز، 3 منهم رئيسيين واتنين منهم هتكون سناكس. التلاتة اللي هناخدهم، ابتدي بقى معايا الترتيب ده. هنبتدي الاول هناخد كوبايه الميه، بعديها هناخد طبق السلطه، ضروري طبق السلطه ده مهم جدا. بعديها هناخد البروتين الموجود على السفره، ده مهم قوي للبن، ومهم ان احنا يحسسنا بالشبع لمده طويله. بعديها بقى في طبق مكرونه، في رز، في هناكل، ما كلي واشبعي، بس هنخليها اخر حاجه في التسلسل. فاحنا في الثلاث وجبات اللي احنا هناخدهم هنرتب فيهم الترتيب ده، اللي هم الوجبات الرئيسيه، وحاولي في الوجبات الرئيسيه تكون متكامله فيها كل العناصر الغذائيه. طب بالنسبه للسناكس اللي هي ما بين وجبه ووجبه، هنحط بقى شويه حاجات احنا في الثلاجه نحطها في علب، ونخليها بقى وقت الجوع اللي هو بيبقى اغلب اليوم يعني. لان اغلبنا بيكون في اختلافات فرديه بيننا وبين بعض، بس عاده يعني في وقت الرضاعه كلنا بنبقى جعانين وبناكل اللي في البحر واليابس. وكلنا بنقلب بقى فيلم ذا هانجر جيمز. فاسمعي معايا شويه سناكات كده وحاجات خزينيها عندك في علب ثلاجه، وحطيها في الثلاجه الاوقات بقى ايه الصعبه دي. بصي يا ستي، هتخلي شويه حاجات كده موالح وشويه حاجات سكريات، عشان في الحالتين تبقى موجوده عندك حاجات. هتحطي ترمس، بس قللي منه ملح عشان الملح بقى هيعمل الافكت العكسي ويخزن ميه. هتحطي شويه فواكه وتحضريها وتقطعيها، تعملي كده سلطه فواكه تدلعي نفسك، ده لو عندك وقت اصلا. هتحطي سلطه، هتحطي بطاطا تشويها وتحطيها في الثلاجه. هتحطي ايه كمان، هتحطي فشار او تحضري ذره تعمليها بزيت قليل وتاكليها في الوقت ده. وهتخلي عندك زبادي، وهتجيبي شويه حاجات بقى مسكره زي مثلا بلح او تمر، والحاجات اللي هي ممكن تكون مجففه او طازه يعني، المهم يكون في حاجات سكريات عندك. وبرطمان العسل ده ضروري برضو الفتره الجايه معانا. تامن حاجة عملتها هي ان انا وقفت خالص اي مشروبات غازية، بيبسي او 7 او كولا او اي حاجة، لان كل كان بشربه هو فيه 10 معالق سكر. انا في غنى عنهم. فما تجيبيش عندك في التلاجة، وما يعني لو حد هيجيب لك الهدية دي حاولي ان انت يعني شوفي بدايل، تقولي ان انت مش عايزة حاجة زي كده، لان كل ما هي افيلبل عندك في التلاجة هتلاقيكي بتسرحي عليها، كلنا كده. وبرده العصاير الجاهزة بتبقى مليانة سكر وفي الاخر ملهاش فايدة قوي. رقم 9، نوقف مخللات ونقلل ملح في اكلنا، لانه الملح بيخزن قدامه ميه فهينفخنا على الفاضي.
رقم 10، قللت في اكلي كتير قوي الدهون. يعني لو ممكن حاجه تحطيها في الفرن بدل ما تقليها على على الزيت اعملي كده. لو ينفع حاجه تعمليها ني احسن ما تقعدي تعمليها مقليه ومتسبكه ومليانه خطوات. لو قدرتي برضو في مقدرتك ان انت تجيبي الاير فراير هتسهل وهتقلل من جهه وقت كتير ليكي، وهتقلل كميه دهون كبيره يعني عليكم. رقم 11، حاولي انت تبدلي السكر بالعسل، مفيد اكتر وتحليته احسن، وبعدين مش هيتخنك قوي كده. حطيه حتى في المشروبات. رقم بقى 12، قللي المشروبات، لان انت طول النهار لو بتاخدي مشروبات كتير في كل معلقه سكر بتحطيها هي بتحسب عليكي على اخر اليوم. فلو اخدتي مثلا 3 مشروبات في اليوم، فده لو بتاخدي على الاقل 1 معلقه سكر فتاخدي 3 معالق محسوبين عليكي على الفاضي. النقطه رقم 13، وحاجه من الحاجات اللي فعلا ساعدتني، انه نعمل كارديو، نعمل اي حاجه تخلينا ننهج، واي وقت متاح عندنا نعمل اي حاجه فيه. طب قدرنا ننزل جيم حلو جدا، ما قدرناش مش مشكله، ناخد البيبي نحطه في العربيه بتاعته ونتمشى بيه. ما قدرناش نقعد نلف في الشقه ورا، مثلا لو في بيبي اكبر منه مثلا نلعب وسط غمايه، ننهج شويه، نعمل شغل في البيت. المهم تنهجي شويه، تعملي النشاط ده كل يوم، تعلي شويه على نفسك. مثلا اول يوم قدرتي 5 دقائق حلو، 10 دقائق تمام، كل شويه تعليه شويه بحيث ان ده تحرقي الدهون اللي اتراكمت اوريدي من قبل كده. النقطة ال14، انه نامي بدري. انا عارفة تقريبا احنا ما بننامش، بس لو كان في مقدرتك ان انت تعودي اطفالك ان انتوا تناموا بدري هيكون احسن كتير، لانه الهرمونات في الجسم هتتظبط احسن وهيكون الحرق اعلى. 15 بقى، ان انا تقريبا قطعت الفينو خالص، والكايزر بقى ومشتملاته وحاجات الفرن كلها، حاجات اللي فيها دقيق ابيض هي فعلا بتنفخ قوي. استبدلي بالدقيق السن، في فينو سن، في توست سن، في عيش بلدي اصلا، يعني فاهمه؟ بلاش ابعدي عن الدقيق الابيض، هينفخ على الفاضي. النقطة رقم 16 هي اختيارية شوية، هي ان انت ممكن تحسبي كالوريز بتاعت كل حاجة بتاكليها. في ابلكيشنز كتير وتطبيقات على الموبايل ممكن تنزليها تحسب لك كل حاجة بتاكليها هي بتعمل كام سعر حراري، وتحسبي انت احتياجك حسب مثلا بتشتغلي او ما بتشتغليش، بتنزلي جيم او لا، وبترضعي طبيعي ولا لا، انت اصلا احتياجك كام، وتنقصي نسبة عشان تخسيها في اليوم. انا عارفه ان انا قلت لك تاكلي براحتك وما تعمليش دايت بمعنى دايت، بس في نفس الوقت برضو بنعمله بحساب عشان يعني نقدر نقول ان احنا هنخس في وقت مش فلكي يعني. فممكن تحملي التطبيقات دي على الموبايل عندك، وتحاولي انت تحسبي يوم بيوم كده الدنيا ماشيه ازاي، وتحاولي مع الوقت ان هي تتظبط شويه. النقطة 17 والأخيرة هي أنا عايزاكي ما تبدأيش الدايت مرة واحدة. أحيان كتير بنتحمس والدنيا بتاخدنا وكده ونقول لا احنا هنبدأ على طول، ومن بكرة بقى دايت ورياضة ورياضة ودايت، ونلاقينا ان احنا تعبنا وبهدلنا واللبن قل والطفل تعب وما بقناش قادرين نكمل وننتكس اكتر من الاول. عشان كده لما نيجي نبدا واحده واحده. وفي جمله بتقول كده، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني لو النقط دي في واحده صعبه مش مشكله، 2 صعبين مش مشكله، بس ناخد منهم اللي نقدر يناسبنا ونشتغل بيه، حتى لو الوقت طول شويه بس هنوصل على الاقل ان احنا مش هنوقف. لازم اهم من الكلام ده كله الاستمراريه، عايزين نكمل كده وما نتعبش بسرعه. عايزه بس في نهايه الفيديو خبر سعيد ومفاجاه للي بيرضعوا طبيعي يمكن ما تعرفوهاش، ان الرضاعه الطبيعيه اصلا بتخسس جدا، لانها كل يوم تقريبا بتحرقي 400 ل 500 سعر حراري زياده عن اكلك الطبيعي. فهي اللي بترضع طبيعي وبتاكل في المعقول هتخس اصلا لوحدها. ونصيحه كده للي بترضع برضو طبيعي، ما تسمعيش طنطك فلانه وطنطك علانه اللي بتقولك خدي بقى حلاوه طحينيه ومغات وخلافه من الحاجات، لان الحاجات دي كلها اصلا معموله عشان تشربي ميه. فعشان خاطري اشربي ميه من غير ما تاخديهم، هتقلي لوحدك، والحاجات دي مش هتزود اللبن، هي هتزود عطشك فتشربي ميه. يعني اوصلي للكونكلوجن لوحدك ان انت روحي اشربي ميه من نفسك. الحاجات بس الحقيقيه اللي ممكن تزود اللبن هي الاعشاب، يعني الحلبه او الادويه اللي معموله من الحلبه. انما بقى فكره الحلاوه الطحينيه والمغات وخلافه بقى من الحاجات المسبكه ومليانه دهون دي، هي مش هتزود اي حاجه، هتزود دهونك انت. فبليز ما تسمعيش كلام حد، لان هو اول حد بقى هيقول لك انت تخنتي قوي، فاسمعي مني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان انتوا تحاولوا تطبقوا منه خطوات على قد ما تقدروا وتقولي لي النتيجه. وما تنسيش بقى لو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ان انت تشتركي القناه وتفعلي الجرس عشان اي فيديوهات تانية اعملها يكون عندك. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تدوسي لايك.